مرة كان عندي خلاف أو أطفالي كانوا بعيدين بسبب هاي ظروفنا، وما أعرف مكانهم وكيف، يعني حروب على حروب. إلى بعد غيبة طويلة وصلتني رسالة. أنا كنت ببغداد بالصالحية بمجمع بعمارة 40، مجمع 28 نيسان، وكنت بالدور الثاني، العفو بالدور الأول، لأنه أنا بعدين من غلطت رحت على الدور الثاني، بالدور الأول. وصندوق بريد 28 نيسان جتنا رسالة، أخذتها الرسالة من بنتي، وطاير من هنا سنة ما أعرف أخبارهم. فبديت أقرأ بيها واختلطت دموعي بالحروف. وصلت على الشقة، هي شقق، أفتح ما ينفتح الباب، أفتح ما ينفتح الباب. جيراني قام يربط على كتفي قال تجوى بعد الدور صعد زايد. فشاف وضعيتي رجعت. كان نتيجتها أنه طبعا مو بنفس اللحظة كتبت: دقيت باب الجار، كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. دقيت باب الجار، كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. دقيت باب الجار، كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق، يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق. تركوني وحدي ومشاوا محاسب حسابي يا جاري. الليل ما ينتهي، والآه مسموعة، والناس عن نلتها وكل من موضوعة. أهلي علي بعاد، ساعدني يا جاري، يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق. تركوني وحدي ومشوا ما حاسب حسابي. الليل ما ينتهي والآه مسموعة، ناس عني التهب كل من بموضوعة. أهلي علي بعاد، ساعدني يا جاري، حزني بجيب له، خفف علي ناديه. يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق، يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق. تركوني وحدي ومشوا محاسب حسابي يا جاري.